ردا على سؤال حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين مؤسسة ديمقراطية، قال مرسي: نعم جدا بالتأكيد، وهذا نابع من الإيمان والمعتقدات الإسلامية. حرية للجميع، حرية الاعتقاد، حرية التعبير عن الآراء، والمساواة والاستقرار، حقوق الإنسان. والإخوان المسلمين يحاولون دائما إقامة دولة مؤسسية دستورية، ولو أعطينا الفرصة سيكون ذلك في مصلحة المصريين، مصلحة الجميع، مسيحيين ومسلمين. بتضحك. وعشان كده الكنيسة انسحبت، وعشان كده كل ممثلين المجتمع المدني انسحبوا، وعشان كده شفنا دستور طالع النهارده بيتكلم على حرية ممارسة الشعائر ل3 أديان، إنما في 3 بليون في العالم ما يقدرش حتى يعمل له معبد صغير. يعني أنا دايما قلت قريبا لو النهارده الصين قفلت لنا المساجد يا محمود، قالت لك أنت أنا مثلا أنا عندي 1 بليون بوذي، مش أقدر أعمل لي حتى معبد صغير كده أهو، فهقفل لك مساجدك. يعني في حاجات خلاص العالم استقر عليها ومشي، واحنا لسه بنتكلم فيه. اما بتتكلم النهارده ابص في الدستور ده، لو انت عاوز تعمل محطه تلفزيون ما تقدرش. فيها شروط طبعا، الصحافه اللي سابوها شروط، بس انما في الدنيا كلها فيها قال لك دي عايزه قوانين اصلا ليها علاقه بالدوله، وبتاخد حاجات الدوله بتاخد فلوس فيها، وبتاخد حاجات فيها، اهو كده هيحطوا لها قوانين. حريه التعبير، يقول لك حريه